في الفيديو ده هعرفكم عن طريقة تعمل بيها صورة مصغرة احترافية زي اللي قدامك على الشاشة، بطريقة سهلة ومن غير أي تعقيد بإذن الله. خلال دقيقتين بالكتير تكون عملت صورة مصغرة احترافية زي اللي قدامك، زي اللي وريتهم لك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. وقبل ما اقول لكم الطريقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة يا جماعة، كل اللي عليك هتجيلي على شات جي بي جي. طبعا هديك طريقتين مش طريقة واحدة، يعني الطريقة دي ما نفعتش معاك التانية تنفع معاك. تمام، هتعوز ايه من شات جي بي جي؟ طبعا هتجيلي مثلا هتختار اي صورة مصغرة على اي منصة على اليوتيوب او على اي صانع محتوى، اي صورة مصغرة عجباك تجيبها لي. تمام، وتجي هنا تمام عند علامة الزائد وتضيف صورة، ومثلا الصورة دي عجبتني اضيفها لشات جي بي جي. بعد كده بكتب له إيه؟ عايز تمام برومبت احترافية للصورة المصغرة دي. تمام، ليه انا كتبت له الكلام ده؟ اول حاجة يا جماعة عشان تكونوا عارفين برومبت يعني الحاجة الكلام اللي هو الصورة المصغرة، يعني هيديك شكل الصورة المصغرة من غير اي تعقيد ومن غير اي مشاكل هتواجهك ولا اي حاجة. تمام، بعد كده هتدوس كده هتبعت له الرسالة دي. بص كده يا معلم، خلال بإذن الله ثانيتين او اكتر هتلاقيه باعت لك البرومبت احترافية. بص زي ما انت شايف كده بكل حاجة. تمام، عايز تعدل عليها تعدل من بقى الموقع التاني اللي هنخش عليه. هتنسخ دي يا معلم، كل اللي عليك هتنسخ دي. تمام، اول ما هتنسخ دي هنروح على برنامج جوجل جيميناي ونرجع تاني. ادينا جينا على جوجل جيميناي كده ونجي على البحث هنا هنكتب جوجل جيميناي. تمام، زي ما انتم شايفين هندخل على اول موقع هيظهر معانا. تمام، دي يا جماعة الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعمل بيها صورة مصغرة احترافية، عشان تكونوا عارفين دي الطريقة الوحيدة، ومعظم صناع المحتوى بيعملوا الطريقة دي. تمام، هنجي هنا هيظهر معانا الواجهة دي. لازم تكونوا مؤكدين ان انتم مختارين كلمة برو. ليه؟ عشان الصورة مصغرة تطلع لك حلوة ويقدر يوجه لك كل حاجة اللي انت طالبها منه. بعد كده بتجيلي على علامة الزائد دي وتدوس على انشاء على الكلمة دي وتدوس على الصورة، يعني انشاء صورة عشان يبدأ ينشئ لك صورة. وتيجي تختار لي هنا الصورة اللي انت عايزها. اول حاجة عشان تكونوا عارفين، وانت لو بتطلع بوشك مية مية تعمل لي اسمه ده، لو بتطلع بوشك تختار الصورة اللي عايز تضيفها مع الصورة المصغرة بتاعتك. تمام، لكن انت مش بتطلع بوشك وهكذا يا جماعه هنختار الصوره اللي احنا عايزينها. لكن انت طب دلوقتي انت هتقول لي مثلا ما بطلعش بوش امير، هتبعت له البرومبت دي وخلاص هو هيحط لك شخصيه من عنده. تمام، من غير اي كلام، وتبعت له البرومبت دي وتدوس خلال. واهم حاجه لو لقيته مش كاتب لك اللي انت مثلا بمقاس صوره مصغره، انت هتكتب له خليها على، هتخليها ايه، بمقاس صورة مصغرة على اليوتيوب وتبعت له كده. بص كده بيحمل معاك الجوجل جيميناي خلال ثانيتين او 3 ثواني بالكتير هيكون عمل لك الصورة مصغرة. زي ما انتم شايفين بيحمل لسه. جارة تحميل نانو بنانا زي ما انتم عارفين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الصورة قدامكم بكل الامكانيات. عايز تعدل عليها بتكتب له هنا مثلا عدل لي عليها، غير لي اللون، غير لي مثلا الاضاءة، غير لي اي حاجة عايز تنزلها. طريقة التنزيل بتدوس على الصورة زي ما انت شايف، بتدوس على كلمة حفظ. تمام، جرى تنزيل حجم الصورة. تمام، كده تم تنزيل الصورة. اول ما هتيجي لك دي كده خلاص تنزيل الصورة. زي ما قلت لك عايز تعدل عليها في اي وضع اي حاجة بتكتب له هنا. عايز اعدل على كذا اي حاجه بتكتبها له هنا عشان تكونوا عارفين. تاني حاجه يا جماعه عشان تكونوا عارفين ليكم 3 محاولات في المره الواحده عشان تكونوا عارفين، يعني ليكم في اليوم الواحد 3 محاولات. طب ايه هي الطريقه التانيه يا امير؟ لو دي ما نفعتش معايا تعال اقول لك ايه الطريقه التانيه. الطريقه التانيه يا جماعه كل اللي عليك بتجيلي على شات جي بي جي زي ما انتم شايفين كده. تمام، وبندخل له بنكتب له ايه مثلا، عايزين صوره تمام مصغره على اليوتيوب على فكرة مثلا على فكرة الفيديو مثلا نخليها مثلا شروط الربح مثلا، شروط الربح. تمام، وخليها بمقاس صورة مصغرة على اليوتيوب وهتبعت له الرسالة دي. تمام، خلال بإذن الله دقيقة أو 5 دقايق هيكون باعت لك الصورة المصغرة. لا احنا عايزين انت تعملها.
تمام. هو يا جماعه عشان انا متعود بقول له هات لي برومبت، فكتب لي برومبت. لكن لما تعوزها انت هو يعملها لك، بتقول له عايزها انت تعملها لي. بص كده، بيقول لك جرى انشاء الصوره باذن الله يا جماعه، خلال باذن الله مثلا خلال دقيقتين او 3 دقائق الصوره تكون جاهزه. باذن الله الصوره تجهز وهنرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعة، خلال 5 دقايق بالظبط كان الصورة جاهزة. زي ما انتم شايفين دي شكل الصورة، شكل احترافي وما فيهاش اي غلطة. بس الاحسن اللي انا اختياري الافضل تخليك في الصورة التانية اللي هو زي اسمه ده، زي اللي من جوجل جيميناي، بتبقى الصورة دقة عالية وبيبقى شكلها احترافي. ودي برضو شكلها احترافي وشكلها حلو برضو. تمام. الصورة اتعملت دلوقتي معاك وجاهزة، عايز انزلها. طب يا امير ايه اعمل؟ بتدوس حفظ. تمام زي ما انت شايف. كده تم حفظ الصورة. طب يا امير انا الصورة اصلا مش عاجباني شكلها ولا مش عاجبني التصميم بتاعها. بتكتب له هنا عايز اعدل كذا، عايز اعدل الاضاءة زي جوجل جيميناي بالظبط. تمام. بس انا اللي بخليه الافضل جوجل جيميناي، بيديك الصورة مصغرة احترافية وكل حاجة. وبرده ده كنفس الشخص. برضه مثلا عايز تشيل الشخص ده وتضيف صورتك انت، برضه عادي. عادي، ما تقلقش من اي حاجة، ينفع وما تقلقش من اي حاجة. وزي ما قلت لك عايز تعدل بتكتب له هنا عايز مثلا اعدل عن كذا، عايز مثلا اخليها كذا. بدل ما تكتب لي شروط ربح، لا اكتب لي حاجه مثلا احترافيه. فاهم كده؟ انت مع نفسك هتبدا جوجل جيميناي ده او شات جي بي يبدا يعدل لك الحاجات اللي انت طالبها. وتاني حاجه عشان تكونوا عارفينها، الميزه ان هي شات جي بي جي بيديك عده خيارات. ممكن يبقوا ليك مثلا 4 صور في اليوم او 5، احسن من جوجل جيميناي. بس في التصميم وفي كل حاجه جوجل جيميناي يعدي شات جي بي جي بطريقه كمان باسمه ده بوقت عالي وكمان بشكل احترافي، احسن من اسمه ده من شات جي بي جي. الاحسن يعني يا امير، طب ايه الاحسن يا امير اختاره؟ اللي اختار الاحسن او المناسب ليك اللي هو جوجل جيميناي، وخلي المركز الثاني شات جي بي جي. يعني ايه؟ مثلا جوجل جيميناي هيطلب معاك مثلا 3 محاولات خلصتهم في اليوم، وانت لازم تعمل صورة مصغرة اجباري، خليك في شات جي بي جي، بيعمل الصورة حلوة وبرضه بيطلعها حلوة بس مش زي جيميناي. وتاني حاجة برضه لو عايز تغير الشكل الشخصية بتبعت له صورتك من هنا زي ما انتوا شايفين، وبتقول له حط لي الصورة بتاعتي بدل الشخصية دي، هو تلقائيا على طول هيحطها لك. وبرضه دي اخدت معايا 5 دقايق، وبتاع جوجل جيميناي اخد معايا 5 ثواني. يعني شوف انتوا الفرق، جوجل جيميناي اكيد يكسب بمراحل. وكده باذن الله نكون عرفناكم ازاي تعمل صوره مصغره احترافيه من غير ما تاخد اي وقت ولا اي مجهود منك ولا فوتوشوب ولا مونتاج ولا اي حاجه، بطريقه سهله بخلال ثانيتين وخلال 5 ثواني بالظبط او 5 دقائق بالدقيقه. وكده باذن الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم وباذن الله هيعجبكم. ويا ريت ما تنسوش الدعم بتاعكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش التعليق الجميل بتاعكم. مع السلامه، سلام.